انا عارف ان الدكتوره بتاعت كفر الدوار خدت من المنقي خيار، واللي رايح واللي جاي عمال يدي فيها ويتعامل معاها الواجب وزياده، بس بتفضل في حاجه كده واقفه في زوري، يعني لازم اقولها مش هقدر. القصه بس ان انا غاوي الموضوع ده، التحليل الاستراتيجي. ليه حصل اللي حصل والدكتوره بتاعت كفر الدوار دي قلبت الراي العام، مع ان لو اي حد كان قال البقين اللي هي قالتهم دول ما كانش هيطرقع ولا كان حد هيعيره الاهتمام اساسا، ولو حصل كان هيبقى زيه زي فيديوهات القصص اللي بتطلع لنا على التيك توك قبل ما ننام دي. العامل الاول والاساسي كسر التابو اللي كان صنعه المجتمع المصري لشخصية الدكتورة. قد ايه الدكتورة دي رمز للعلم والرحمة والإنسانية والثقة، فكون المجتمع المصري الرمز اللي صنعه في مخيلته ده بيتكسر قدامه، ده عمل قلق وعمل أزعرينة في كل عقول الناس اللي كانت بتتفرج على الفيديو بتاعها. الرمز بتاعه بتطلع منه البجاحة والسفالة والوحشية وعدم الإنسانية، ودي مش مجرد دكتورة وخلاص، لا، دكتورة في تخصص حساس جدا اللي هو تخصص النساء والولادة. وعلى فكرة التابو ده اتشرخ قبل كده زمان، ايام لما كانت الدكتورة هبة قطب كانت اول مرة تطلع على التلفزيون وتتكلم في مواضيع حساسة وجديدة على المجتمع المصري، ان واحدة ست وكمان دكتورة تطلع على الملأ كده وتتكلم وتحكي في الموضوع ده بكل استفاضة. ولكن علشان هي كانت دكتورة محترمة والمجتمع المصري الى حد ما بيقبل التفتح، فبالتالي حصل اللي هو شرخ في التابو، بس ما كانش فيه ردة فعل او كان فيه هجوم او الكلام ده. العامل التاني اللي ما كانش في صالح الدكتورة خالص هو مكان عملها، لان هي بتشتغل في بلد فلاحين زي كفر الدوار، ولما نقول فلاحين يعني البلد كلها عارفة بعضها، وعلى الاغلب ان نص البلد بيبقوا قرايب اصلا. فكون ان هي قالت مواصفات زي اللي قالتها دي، لو كانت مثلا اتقالت على القاهرة على اسكندرية، دي مدن عملاقة، لكن لما تتقال على واحدة شغالة في كفر الدوار خلاص هو بالتأكيد البلد كلها عرفت مين اللي كانت بتكشف عندها، فلا، الدكتورة فضحت أسرار العيانين عادي. العامل الثالث إن الدكتورة تمسكت بالتعميم، وكانت بتعمم الحالات اللي كانت جاية لها اللي كانت بتتعدى على صوابع الإيد على ستات المجتمع المصري كله، وتقول إن الحالات القليلة اللي اتعدت على صوابع الإيد دي لا، ده في المجتمع المصري كله ولازم نلاقي حل وانتوا لازم تتوعوا وبتاع. هي على العموم هي ما كانتش جايه توعي ولا جايه تعمل حاجه، هي كانت جايه تتشهر وخلاص. فاسلوب التعميم اللي هي عملته خلت الخصومه على المستوى المحلي كله، يعني مصر كلها بقت خصيمه الدكتور. فبما ان اذا كل العوامل اللي احنا قلناها دي قلبت الشهره اللي كانت عايزه تكتسبها الدكتوره لكابوس. ظهور الدكتوره بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده وبالاسلوب الفج اللي احنا سمعناه ده خلى في انعدام ثقة في المجتمع كله لصنف الدكاترة عامة. خلاص بقى كل مريض ايا كان بقى، مريض نفسي، مريضة بتكشف نساء وولادة، مريض ايا كان يعني بيكشف ايه، خلاص بقى شاكك بنسبة اكتر من 90% ان الداتا بتاعته هتبقى بكرة الصبح على السوشيال ميديا كلها، هتبقى في كل البيوت. فيا جماعة لا، الدكتورة دي لازم تتعاقب ولازم تتشطب من النقابة كمان، ولازم تبقى عبرة لمن يعتبر. بس هو ده التحليل بتاعنا، وكان معكم حوار كابتن مسلم، يلا اقعدوا بالعافية.